انا هنا جبت الحله حطيت فيها الزيت، ونزلت بنص راس الثوم، وقمت حمرتها، وبعدين نزلت عليها بمعلقه واحده من الخل، وبعدين نزلت بمعلقتين تلاتة من الصلصة، سبت الصلصة لحد ما اتسبكت، وبعدين نزلت عندي دي كانت صلصة أنا كنت شايلاها في التلاجة مسبكاها جاهزة بالثوم والملح والفلفل وكل حاجة، اللي انا كنت سايباها، اللي انا اي طوارئ اعمل بيها اي حاجة. جيت هنا انا فضيتها، وهضيف لها الملح، وهضيف لها فلفل اسود بس فقط لا غير، مش هضيف اي حاجة تاني. وضفت لها ربع معلقة سكر. المكرونة بعد ما انا ما غسلتها، بعد ما انا ما صفيتها قصدي، وشطفتها كده شطفة خفيفة، بصي اديتها شويه زيت، بص المكرونه مفلفله معايا ازاي. وانت يا ريت بتقلبيها، قلبيها في حركه دائريه، بلاش اول ما تحطي المكرونه تجيبيها من تحت لفوق، لا، قلبي المكرونه في حركه دائريه عشان خاطر المكرونه تتغلف كلها بالصلصه، كل الاطعمه تاخد مع بعض. تعالي بقى هجيب السلافيس بتاعتي، وابتدي اللي انا هغرف. هنزل بص بشكل المكرونه، بصي مفلفله ازاي، مفيش واحده لازقه في التانيه، المكرونه مش معجنه معايا. المكرونه اللهم بارك كانت حلوه جدا، وكانت مفلفله. آه لو حابه والله، انا هنا جبت الحله حطيت فيها الزيت، ونزلت بنص راس الثوم، وقمت حمرتها، وبعدين نزلت عليها بمعلقه واحده من الخل، وبعدين نزلت بمعلقتين تلاتة من الصلصة، سبت الصلصة لحد ما اتسبكت، وبعدين نزلت عندي دي كانت صلصة أنا كنت شايلاها في التلاجة مسبكاها جاهزة بالثوم والملح والفلفل وكل حاجة، اللي انا كنت سايباها، اللي انا اي طوارئ اعمل بيها اي حاجة. جيت هنا انا فضيتها، وهضيف لها الملح، وهضيف لها فلفل اسود بس فقط لا غير، مش هضيف اي حاجة تاني. وضفت لها ربع معلقة سكر. المكرونة بعد ما انا ما غسلتها، بعد ما انا ما صفيتها قصدي، وشطفتها كده شطفة خفيفة، بصي اديتها شويه زيت، بص المكرونه مفلفله معايا ازاي. وانت يا ريت بتقلبيها، قلبيها في حركه دائريه، بلاش اول ما تحطي المكرونه تجيبيها من تحت لفوق، لا، قلبي المكرونه في حركه دائريه عشان خاطر المكرونه تتغلف كلها بالصلصه، كل الاطعمه تاخد مع بعض. تعالي بقى هجيب السلافيس بتاعتي، وابتدي اللي انا هغرف. هنزل بص بشكل المكرونه، بصي مفلفله ازاي، مفيش واحده لازقه في التانيه، المكرونه مش معجنه معايا. المكرونه اللهم بارك كانت حلوه جدا، وكانت مفلفله. آه لو حابه والله